السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. النهاردة بقى أخيرا خلاص قررت إن أنا أنزل علشان أجيب الحاجة الوحيدة اللي ناقصاني هنا في الشقة، ألا وهي طبعا كلكم عارفين إن هي التلاجة. دي حاجة كلنا طبعا عارفينها. عايزه اقول لكم ان انا بقالي تقريبا النهارده 4 ايام. الاربع ايام اللي احنا عايشينهم هنا لا عارفين نشرب ميه ساقعه ولا عارفين ناكل اي حاجه ساقعه في عز الحر اللي احنا فيه. طيب من اول فيديو نزلته معاكم هنا وانا خدت رايكم، قلت لكم تفتكروا اجيب تلاجة تكون جديده بس صغيره ولا اجيب واحده تكون كبيره بس مستعمله. لقيت كل التعليقات بالاجماع طبعا كلكم بترشحوا لي ان انا اجيب جديد حتى لو كانت صغيره، علشان المستعمله اكيد هيبقى مشاكلها كتير، اكيد محدش هيفرط في حاجه غير لما تكون بمعنى اصح غير صالحه للاستخدام مره تانية، او يعني مش هتعمر حتى لو حد خدها كده صلحها، فاللي هي عمرها هيبقى قصير بمعنى اصح. فعلا معاكم حق، هو اي نعم في ناس برضو بتبقى في حاجات مستعمله اللي هي بمعنى اصح بتعيش برضو، بس بتبقى بنسبه قليله جدا. فانا ممكن ما مش هبقى في النسبه القليله دي، انا ممكن اجيب حاجه والاقيها فعلا تبوظ. فقلت يا سماح مش مشكله، اسمعي كلام اخواتك وحبايبك عشان هم برضو بينصحوكي للحاجه الصح ودايما بتفيدوني للخير. ففعلا انا سمعت كلامكم وقلت خلاص انا هجيب تلاجة جديده حتى لو صغيره. فاخيرا قررت النهارده خلاص بقى، بصراحه ما عدتش قادره استحمل، نفسي اشرب شويه ميه ساقعين. ما بشربش شويه ميه ساقعين غير لما يكون ابو مالك لسه جايب الميه حالا من تحت من السوبر ماركت ولسه ساقعه، بمجرد ما تتساب هنا على الترابيزه شويه او في المطبخ على الرخامه الاقيها خلاص سخنت، ما عادش حد يعرف يشرب ميه ساقعه تاني. فيلا بينا النهارده هننزل مع بعض. نزلت لكم الحق ستوري على الفيسبوك قبل ما البس كده يا دوب كان من ساعه، فقلت ايه قلت لكم يا جماعه شوروا عليا، انا عايزه اخد رايكم. ده الكلام ده على الفيسبوك، ستوري على الفيسبوك على صفحتي. قلت لكم انا عايزه اجيب ثلاجه وخلاص، ان انا اخدت القرار هجيب ثلاجه جديده بس مش عارفه اجيب انهي نوع، ترشحوا لي ايه؟ ففي ناس قالت لي على حاجات كتير جدا، بس اكتر 3 انواع كان عليهم الاغلبيه في الاراء، يعني كان فيهم اراء كتير، كانت فريش، توشيبا، كريازي. دول اكتر 3 كان عليهم اراء كتير جدا. في انواع تانية زي شارب وحاجات كتير قلتولي عليها، بس دول الصراحه كانوا اكتر 3 الصراحه الامانه، يعني اللي هم ال3 في نفس المنافسه. فاول ما هروح عليهم ال3. ليه بقى؟ بدل ما اقعد اشوف حاجات كتير والخبط نفسي واحس ان انا اصل الواحده كل ما تشوف حاجات كتير هتحس ان انت هتتلخبطي، مش هبقى عارفه اخد قرار، مش هبقى عارفه اخد ايه، او ان انا دي احلى ولا دي لا دي احلى، هتشوفي كتير فهتتلخبطي. فانا هروح على ال3 دول. بس الصراحه انا مش هجيبها ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي، يعني ممكن مثلا ايه 12 قدم، عارفين اللي هو حاجه صغيره على قد. انا قلت لكم عايزه حاجه حنينه، مش عايزه حاجه تكون كبيره قوي عشان على قد المبلغ اللي معايا، وفي نفس الوقت تكون كده كده اسمها في شقه مصيف تمام. بس فمش هجيبها كبيره قوي. بالنسبه برضو معلش استحملوني الدقيقتين دول انا هتكلم معاكم شويه بس عشان هم دول اللي فيهم الخلاصه. بالنسبه للناس اللي قالت لي يا سماح طب ما تجيبي الثلاجه اللي في شقتك اللي في البلد حطيها هنا، وبقي في شقتك اللي في البلد هاتي واحده جديده. لو تفتكروا السنه اللي فاتت، الناس اللي متابعاني السنه اللي فاتت عارفه ان انا فعلا عملت كده، وان انا جبت الثلاجه اللي كانت في شقتي هنا السنه اللي فاتت تقريبا شهر او شهر ونص، رجعتها تاني. ليه بقى؟ عشان ده السؤال اللي في ناس كتير لحد دلوقتي مش عارفه اجابته. انا لما كلمت المهندس اللي عامل لي المطبخ بتاعي كنت مفكره ان انا اقدر اعدل المكان بتاع الثلاجه بحيث ان هو يوسعه لي عشان اعرف اجيب ثلاجه كبيره. للاسف قال لي ما ينفعش، ان المطبخ يعني متفصل او متصمم بالملي، مش هينفع يشيل منه حاجه ولا يوسع حاجه. فقال لي مش هينفع، حتى لو انت جبتي ثلاجه هتجيبيها نفس المقاس. فقلت لا هرجعها بقى تاني مكانها، وان شاء الله باذن الله لما يعني ربنا كده ان شاء الله يؤمر ان انا ابقى في شقه تانية تكون اوسع او اكبر، يعني ان شاء الله باذن الله بامر ربنا طبعا ابقى اجيب ثلاجه بقى تكون ثلاجه الاحلام بقى، عارفين اللي هي ايه ثلاجه الاحلام ابقى اجيبها. فيلا بينا ننزل وادعوا لي ان ربنا كده يسهل لي الامور. عايزه اقول لكم هروح انا والكتاكيت بتوعي ال3 عشان مش عارف اسيبهم هنا طبعا لوحدهم في الشقه، فهيجوا معايا. فيلا بينا نشوف هنجيب ايه، وادعوا لي وحطوا لايكات كتير على الفيديو، وهنشوف يا ترى انا هجيب انهي نوع، ولما نجيبها ونيجي هوريها لكم وهشوف هحطها فين كمان. فيلا بينا.
هنا بقى خلاص توكلنا على الله وركبنا بقى العربية واتجهنا للمكان اللي احنا ان شاء الله بإذن الله ناويين نجيب منه. تمام. عايزة اقول لكم بقى ان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا كده يسهل الامور، وان ربنا كده ييسر الامور ويسهلها عليا، وان انا الاقي الحاجة اللي انا عايزاها وتكون حلوة وتكون في نفس الوقت سعرها حلو ان شاء الله، عشان بس بحسش ان الامور متعقدة، عشان انا اساسا كنت شايله هم المشوار ده قوي. مش شايله هم ان انا مش عايزه اروحه، لا يعني ايه، كنت خايفه ان انا مش عايزه اجيب حاجه ارجع اندم ان انا جبتها. عايزه اجيب حاجه كويسه تعيش تبقى بتاعه العمر، إيه تكون برضو سعرها حلو، لان عارفه طبعا الاسعار زادت بطريقه صعبه جدا. اول حاجه بقى والتلاجة الكريازي. التلاجة دي 14 قدم طبعا، يعني كريازي ماركة قديمة جدا جدا وأصيلة جدا جدا من أيام أجدادنا كمان، فبصراحة نظيفة قوي. تعالوا نفتحها. دي طبعا بصوا أنا أول ما دخلت المعرض اللي هو بيبقى معروض فيه كل التلاجات، من التلاجة الأقل حاجة لأعلى تلاجة في مصر، يعني الأزيد من 100,000 جنيه. بس انا كنت رايحه لهدف معين، ان انا اجيب حاجه معينه تكون حنينه، يعني سعرها متوسط، تلاجة تكون وسط، مش عاليه قوي مش قليله قوي. فعلشان كده قلت له تعالى، قال لي الحاجات دي موجوده في المخزن، فاخدني وراني بقى يعني الحاجات اللي انا كنت بطلبها كان بيطلعها لي من المخزن. تمام. اول حاجه التلاجة الكريازي دي 14 قدم زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. حجمها من تحت واسع جدا، الفريزر بتاعها هو اللي اقصر. يعني في تلاجات بتحس ان الفريزر هو اللي بيبقى الاعرض والاكتر مساحه من التلاجة من تحت، وفي التلاجة بتبقى هي اللي من تحت اعرض او الاوسع عن الفريزر، يعني في كده وفي كده. تمام. وطبعا فيها بقى التقسيمات اللي انتوا شايفينها دي لتنظيم وترتيب الحاجات اللي الواحد بيحطها يعني وكده في الباب. فبصراحة هي كانت اول واحدة نشوفها، عارفين انتوا اللي هو اول بخت، فكانت بصراحة حلوة. شايفين الفريزر من فوق مش واسع قوي، لكن من تحت التلاجة واسعة وحلوة. تاني تلاجة وهي اللي كانت فريش بس كانت 16 قدم. عايزة اقول لكم رغم ان هي كانت 16 قدم الا ان هي كانت في المساحة اصغر من كريازي 14 قدم. ازاي معرفش، انا بقيت اصلا يعني واقفه اللي هو استغرب. رغم ان الفريش والتوشيبا اغلى من الكريازي، بس كريازي اوسع واكبر. مش عارفه، بس هي بقى الشركات بتختلف، يعني ساعات بتبقى في شركات كده حاجتها بتبقى كنزه شويه، بتبقى ضيقه شويه. التلاجة دي باللون الاسود زي ما انتم شايفين. بصوا بقى هنا الاختلاف اللي انا بقول لكم عليه. التلاجة الاولانيه اللي هي الكريازي الوسع او الطول الاكتر او الحيز الاكبر في التلاجة من تحت، هنا العكس، الفريزر هو اللي واخد مساحه اكبر فوق. تمام. فطبعا لو انت بقى عايزه تلاجة عشان مثلا عايزه فريزر اكبر للتفريز، او ان انت تجيبي حاجات تخزني كميات اكبر، فهتبقى حلوه قوي التلاجة دي ليكي اللي هو الفريش. لكن مش عايزه تفريز زي حالتي كده، فمش مش هتفرق معاكي. هيبقى اهم حاجه التلاجة من تحت، عشان هتبقى عايزه اكل مشروبات فاكهه كده يعني. دي التلاجة اللي هي الفريش 16 قدم، زيها زي الكريازي 14 قدم، والكريازي اوسع من تحت كمان. كانت باللون الاسود ومفيش فيها التقسيمات بقى اللي هي في الباب. الرف جاي كده ايه على بعضه، مش جاي مقسوم. حتى الدرج من تحت عامل زي التلاجة بتاعتي، درج واحد مش درجين، هناك كان درجين كده مقسومين. والارفف زي ما انتم شايفين اهي. بصوا الفريزر هو اللي اكبر هو اللي واخد المساحة الاكبر. تعالوا نشوف بقى التلاجة اللي انا جيت قلت له عليها بعد كده. يعني انا شفت كريازي، شفت فريش، شفت اخر حاجه التوشيبا زي ما انتوا قلتوا لي بالظبط، وشفت انواع تانية زي ما قلت لكم في المعرض، بس كانت انواع بقى ايه، تلاجات عاليه بقى وحاجات كده كبيره، واللي هي ايه، انا عايزه حاجه زي ما قلت لكم تكون ايه بتاعت يعني ايه تتحط في الشقه وخلاص، اللي هو شهر شهرين اللي نيجي نقعد فيهم ايام الاجازه وخلاص. بس على فكره هجيبها بخار مش هجيبها تلج، يعني هجيبها نو فروست مش هجيبها فروست. تمام. بس دي التلاجة اللي هي فريش، لسه كنت بوريها لكم عشان اشرح لكم الحته بتاعه الفريزر ان هي اوسع من التلاجة من تحت. الرف بتاعها بيبقى على بعضه مفيش فيه التقسيمات. تعالوا بقى هنا ندخل على التلاجة رقم 3 وهي التلاجة التوشيبا، علشان دول اكتر 3 تلاجات انتوا قلتوا عليها اساسا. قلتوا سماح شوفي كريازي، شوفي فريش، شوفي توشيبا، زائد ان كان في حاجات تانية بس انا بقى ايه كانت اسعارها عاليه قوي الصراحه، يعني كانت اسعارها عاليه قوي اللي هو فوق بقى ال30,000.
التلاجة دي كانت زي ما انتم شايفين باللون الاسود، وطبعا احنا عارفين ان التلاجات اللي لونها اسود ايا كان نوعها ايه بتبقى دايما اغلى من الالوان التانية، يعني اغلى من التلاجة اللي بتبقى سيلفر، اغلى من التلاجة اللي بتبقى بيضة او بيج، دي حاجة طبعا معروفة. بصوا ده شكلها من بره، دي فريش 16 قدم، ضمان 10 سنين للكريازي وللفريش. مش فاكرة التوشيبا كانت الضمان بتاعها كام سنة الصراحة، لما يجي الكاميرا عليها افتكر وهقول لكم. بس تعالوا بقى نشوف التوشيبا اخر حاجة، ودي بقى التوشيبا اللي هي 14 قدم، برضو ضمان هناك اهي 10 سنين. كانت برضو باللون السيلفر. حجمها يمكن باين دلوقتي في التصوير، طويلة ورفيعة مش عريضة، يعني الرف بتاعها مش عريض، تحس ان هي ايه كنزة ضيقة، لكن عاطية طول، يعني طويلة ورفيعة. انما التانيين كانوا قصيرين بس يعني فيهم عرض فيهم عمق. تعالوا نشوفها. بصوا ادي الفريزر من فوق، وهي بمقبض، يعني هي نفس التلاجة بتاعتي اللي في البلد، بس بتاعتي اكبر، يعني بتاعتي اللي في البلد 16 قدم اللي هي الاعرض والاكبر، انما دي 14 قدم. ده الفريزر بتاعها من فوق، ودي التلاجة من تحت. هبعد بالكاميرا شوية كده عشان تشوفوا يعني وجهة النظر بتاعتي ان هي صغيرة. بصوا هنا الرف قد ايه. الاتنين التانيين اللي في الاول ان كانت الفريش او الكريازي كانوا الرف بتاعها عريض، لان هي عريضة، فبالتالي لما هتحطي مثلا 3 أو 4 علب من بتوع الفاكهة او طبقين او كده هياخد معاكي، هيبقى الرف واسع، هياخد معاكي كمية كبيرة. لكن لما تكون التلاجة مسلوعة كده مش هتاخد منك حاجة. هي طويلة بس مش عريضة. بصوا هبعد خالص عشان تبقى باينة قدامكم. فبصراحة انا كنت محتارة قوي، وفضلت واقفة بتاع ساعة ولا ساعة ونص، اللي هو ايه، افكر واشوف الصح ايه واجيب الحاجة الانسب ليا. التوشيبا والفريش كانوا اغلى من كريازي، رغم ان كريازي 14 قدم يعني اقل من الفريش كانت 16 قدم، بس كانت اوسع منها. ازاي بقى معرفش الصراحة. طبعا هنا ساجد ومالك كانوا برضه بيتفرجوا معايا وبياخد يعني بناخد رأي بعض. فدي التلاجة اللي هي التوشيبا، نفس المقبض، نفس الموديل بتاعي اللي موجود عندي في الشقة بالظبط. هي الامانة حلوة قوي، وعندي بقالها اهو 10 سنين ولا 11 سنة زي الفل. وهنا بقى يا جماعة دلوقتي الحمد لله بعد طول انتظار طويل اخيرا التلاجة وصلت. عايزه اقول لكم ان انا جيت انا وابو مالك وفضلنا قاعدين، ورحنا اتغدينا وقعدنا وشربنا الشاي واستريحنا وخلاص كنا هننام، والتلاجة كانت لسه جايه. المهم ان هي جت، لان جت في العربيه بعدنا يعني بشويه. طبعا زي ما انتم شايفين جبت التلاجة اللي هي اول واحده انا فتحتها معاكم، اللي هي كريازي. ليه بقى؟ وانا بتفرج انا شفت وعرفت المميزات اللي في كل حاجه فيهم. في تلاجة نوعها بيبقى الفريزر بتاعها اوسع، وتلاقي التلاجة من تحت اضيق. في العكس، في يعني التوشيبا اللي هي كانت اخر واحده دي طويله بس تحسوها رفيعه. عارفين انتوا التلاجة المسلوعه هي كانت مسلوعه. فانا يعني فكرت للاصح وللاحسن ان التلاجة اللي بتبقى اعرض هي اللي بتاخد مننا طبعا، يعني تشيل معانا اكل وتشيل معانا كميات حلوه. فابو مالك تعالى بقى شيل لنا كده الكرتونه دي، علشان عايزه اشوف دلوقتي انا هحطها فين. بس الصراحه هي ملهاش غير مكان واحد، الا وهو المكان ده اهو اللي كلكم طبعا عارفين ان هو هيبقى هنا من اول ما جينا التلاجة، من اول ما جينا الشقه، من اول ما جينا التلاجة، اول ما جينا الشقه كان في هنا تلاجة. لو تفتكروا في اول ما اشترينا الشقه اساسا كانت هنا كده، فالمطبخ ما فيهوش مكان خالص، فهي تقريبا مش هيبقى ليها غير المكان ده هنا بس. هتبقى قدام البلكونه، اللي هو مثلا هيبقى الباب دايما مفتوح يجيب لها هوا عشان التلاجة ما تسخنش، فهيبقى حلو المكان ده. مش عارفه هو اقرب كمان للمطبخ، بس هو الامانه ما فيش اي مكان في المطبخ خالص. تمام. فابو مالك دلوقتي هيشيل الكرتونه وهنبدا بقى ايه. عليكم السلام. طبعا واصلين احنا بقالنا ساعتين 3 بس التلاجة اللي لسه جايه. فشيل بقى الكرتونه يا ابو مالك علشان هنحطها في المكان، وبعد كده نشوف شكلها يا ترى هيبقى عامل ازاي. انا عايزه اقول لكم ان انا ممكن لو انتوا قلتوا لي على مكان تاني ان انا مثلا اشيل حاجه واحط حاجه تانية مكانها عادي مفيش مشكله. بس هو يعني بصوا مفيش غير المكان ده بس. بسم الله. ده ظهرها. عادي مش مشكله، المهم نطلعها الاول.
تريح شويه. ماشي عادي. طبعا احنا اصلا كده كده مش هينفع نشغلها خالص دلوقتي، لازم تتساب بقى بكره ان شاء الله نبقى نبدا نشغلها، عشان من الهز والشيل والحط لازم طبعا تستريح. الموتور بتاعها لازم يقعد كده شويه على ما تشتغل. ممكن تثبت الكاميرا بعد ما تسند ميه؟ ماشي يلا. اخيرا بقالي ساعه انا وابو مالك بنشيل فيها، هو مايل التلاجة عشان عماله تخبط فوق في السقف وانا عماله اشد الكرتونه. المهم طبعا يلا يا ابو مالك بقى شدها نوديها المكان اللي ان شاء الله يعني هيبقى حلو فيه. ان شاء الله تبقى حلوه فيه يعني ان شاء الله. بصوا يا جماعه طبعا في عليها بلاستيك. اشيله؟ اشيل البلاستيك اللي عليها ولا اسيبه؟ لا سيبيه، دي حافظ لها يا ماما. ايه والله خلاص. حافظ ده. انا بقول على اساس يقولوا مثلا ممكن لما تسخن. ظبطت مكانها؟ يعني كانت كل حاجه؟ كله 100 100. بسم الله بسم الله. بس انت من وجهة نظرك مفيش مكان تاني غيرها غير المكان ده بس ليها؟ ولا انت شايف لها مكان تاني؟ احسن مكان لها. ما هو مفيش الا كده اصلا. بس مثلا ممكن يقولوا ايه حطها جنب السفرة او مكان البتاع اللي فيها النيش الصغير دون. ايه رأيكم؟ ممكن مثلا حد يقول يا سماح خليها هنا كده المكان ده بحيث ان هي برده من دخلة المطبخ، بس يعني مش هتبقى ملمومه، فاهمين اللي هو الرايح واللي جاي هتبقى اعرض من النيش ده كمان. فلا حاسه ان هناك كده ملمومه شويه يعني من وجهه نظري انا وابو مالك ان ده افضل مكان ليه. برده قولوا لي انتوا شايفين ايه. لا ارجعها ورا. اسند معاك؟ ماشي ثانيه واحده عشان تعرف ان انت مش عارف تعمل حاجه من غيري اساسا. ده حاجه بتنفع. لا كل شويه تعالي بصوا يا جماعه انا اللي عماله اشيك على حاجه. شايفين انا سبت لك الحاجات الخفيفه. هو يا دوب نقلها لي بس من هنا لهنا، انما الناس اللي مطلعينها ايوه دي شغلهم مش شغل تاني. ربنا يعينهم يا رب ويقدرهم. طبعا يا جماعه بنبدا بقى ان احنا ايه لسه فينا الناحيه الثانيه هنشيل بقى الفل والحاجات دي خلاص. دي الحاجه بتاعتها يا جماعه عشان الناس اللي بتشيلها من الجناب بقى والكلام ده. بس الصراحه انا من النوع اللي بحب اخد راي اللي حواليا جدا، وكل اللي كانوا هناك اجمعوا ان يا ام مالك او يا ابو مالك خدوا الثلاجه دي. طبعا كريازي برضو هي حاجه قديمه جدا زيها زي توشيبا بالظبط. انا بحب ماركه توشيبا على فكره، والثلاجه بتاعت جوازي اللي لسه في شقتي بتوشيبا، بس سعرها اغلى من دي واضيق من دي. طب انا يا جماعه الحاجه بتاعتها صغيره جدا طويله بس ضيقه، يمكن كانت باينه في التصوير معاكم في الجزء اللي انا صورته. دي اقصر بس اعرض، وانا بالنسبه لي مش محتاجه طول، انا محتاجه عرض اللي هو يشيل معايا حاجات كتير، الرف يبقى واسع كده ياخد حاجات كتير. تمام. واللي هي الفريش دي برده كانت حلوه، اللي كانت لونها اسود دي برده كانت حلوه. كسرت عماله احافظ عليها من ساعتها ان هي بتتكسر. بس معاك انا لسه الناحيه الثانيه. شوفي كده لسه واحده كمان. بس انت كده سايبها ورا يعني قدام. لسه رجعتها. انا عايزه ارجعها ورا خالص. خلاص كده ما عادش عليها غير البلاستيك اللي انا كنت بقول عليه ده، بس ابو مالك بيقول سيبيه. لا سيبيه فعادي مش مشكله. بصوا الفريزر بتاعها عريض والارفف بتاعتها عريضه، والثلاجه بقى من هنا هي اللي اكبر من الفريزر. يعني في نوع كان تقريبا الفريش كانت الفريزر بتاعها يعني هو اللي واخد حيز كبير عن الثلاجه من تحت. انا هنا في شقتي مش محتاجه تفريز اكتر، انا محتاجه استخدام للثلاجه، لان لما نيجي مثلا هنبقى عايزين حاجات ساقعه، مشروبات ساقعه، اكل يتبقى مننا نشيله، انما التفريز ده هبقى محتاجه حاجات قليله. فالفريزر بتاع الكريازي اصغر بس الثلاجه من تحت اطول واعرض. تمام. بس فقولوا لي بقى رايكم ايه. هنشيل بقى الحاجات دي مع نفسنا احنا بقى خلاص. تمام. وهحطها بقى في المكان اهي وهوريكم بقى الشكل النهائي خلاص، عشان نقفل بقى الفيديو وانتوا تقولوا رايكم فيها ايه، وقولوا رايكم في المكان ايه. خلي بالكم في فيشه هنا اهي. ما تعمليش جنب الحيطه قوي يا ام مالك. ايه؟ ما تزنقوش جنب الحيطه قوي. لا لسه مكان. سيبي فيه فراغ كده عشان الحراره بتاعتها وكده. اهي ده لسه ورا تقريبا 10 سم. وهنا استنى ما افتح الباب اشوف لما يتفتح هيخبط فيها ولا لا. هيخبط فيها. هعمل لنا حاجه عجله تحت. هيخبط فيها. هعمل لها عجله تحت. فانت عارف بقى اولادك هيقعدوا كل شويه يفتحوا ويرزعوا يفتحوا ويرزعوا. بس كده يا جماعه، فكده بقى يكون خلص الفيديو.
وقولوا لي رايكم ايه، وقولوا لي مكانها هنا حلو ولا ترى انتوا شايفين حاجه ثانيه انا مش شايفاها مثلا ولا ايه. وبس مبسوطه جدا ان انا جبت خلاص الثلاجه اخيرا، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد بكره. مع الف سلامه.